ليه ممكن الإنسان يفكر إنه يطلع لسطح القمر؟ مجرد التفكير بس يعتبر خيال، لأن الرحلة صعبة جدا. فإزاي جت الفكرة وإزاي اتنفذت؟ تعال بقى يا سيدي نجيب الحكاية من أولها بالتفاصيل. ولكن قبل ما نبدأ انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ودعمنا بإعجاب على الفيديو، ويلا بينا نبدأ حلقة. صعود القمر أو غزو الفضاء عامة بدايتها كانت حرب باردة بين الاتحاد السوفيتي والأمريكان، حرب اتعرفت باسم حرب القمر، وبدأت أول شرارة ليها لما قدر الاتحاد السوفيتي إنه يبعت قمر صناعي للفضاء، وقدر إنه يستقبل إشاراته سنة 1957، وده اللي كان ليه صدى كبير جدا في أمريكا، لدرجة إن صحيفة نيويورك هيرالد تريبيون كتبت الهزيمة العظمى للولايات المتحدة. وبعد شهر كانت الشرارة التانية وبرضه من ناحية الاتحاد السوفيتي اللي أطلق تاني قمر صناعي، ولكن المرة دي كان على متنه كلبة أو الكلبة كايلا، وده اللي خلى أمريكا في موقف محرج جدا ولازم هي كمان تعمل حاجة. وفعلا جه الرد أخيرا من أمريكا سنة 1957، واللي أعلن رئيسهم ايزنهاور عن إنشاء وكالة ناسا للفضاء، وإنهم خططوا لإرسال أول بشري للفضاء وشغالين على ده في أقرب وقت. وبالفعل بدأوا في التنفيذ واختاروا الغزاة المستقبليين للقمر، ومن بين 5000 مرشح، وعلى الرغم من إن الوكالة كانت مسندة للمدنيين إلا إن كل اللي تم اختيارهم كانوا ضباط في الجيش الأمريكي. وقدم الأمريكان الرواد السبعة اللي تم اختيارهم للعالم كله في مؤتمر صحفي كبير، وبثت القنوات الحدث مباشر. والرواد دول كان 3 منهم ضباط جوية، و3 من القوات البحرية، وواحد من الملاحة. وعلى الرغم إنهم لسه ما عملوش أي إنجاز يذكر، لكن الصحافة كانت مهتمية بيهم جدا، لدرجة إن مجلة لايف خصصت راتب 25,000 دولار لكل رائد سنويا، وبرروا ده وقتها بإنهم قدروا فكرة تطوع الرواد دول للمهمة، واللي هي أصلا محفوفة بالمخاطر وممكن ما يرجعوش منها. على الرغم بقى من إن تدريب الرواد في مواقع ناسا في فلوريدا كان خاطف أنظار العالم كله، لكن ما زال الاتحاد السوفيتي متربع على عرش حرب الفضاء، لأنه نجح ولو مرة في تاريخ البشرية إنه يرسل آلة معدنية واتعرفت وقتها باسم لونا، واللي أرسلها لسطح القمر. وده إنجاز حقيقي مش ترويج لمجرد أفكار مش ملموسة زي ما بيعمل الأمريكان. في نفس اليوم ده كان رئيس الاتحاد السوفيتي في زيارة لأمريكا، واللي قال بسخرية لرئيس أمريكا ايزنهاور: علم الاتحاد السوفيتي هيكون في انتظاركم على سطح القمر للترحيب بيكم. مش بقولك كانت حرب وحرب باردة. بعدها الأمريكان أعلنوا بأنهم هيقوموا بأول رحلة استكشافية للفضاء، وطبعا كان من المتوقع إن اللي هيقوم بالرحلة دي كان واحد من الرواد السبعة اللي كان بيتم تدريبهم على رحلة الصعود للقمر. لكن يا سيدي أمريكا خيبت أمل الأمريكان والعالم كله، لأن اللي قام بالرحلة دي قرد اسمه هام. وقتها طبعا الصحافة سخرت جدا من الموضوع، وعلى الرغم من نجاح الرحلة واسترجاع القرد تاني للأرض إلا إن ده ما شفعش ليهم. ويجي خبر هزيمة الأمريكان مرة تانية سنة 1961 لما نجح الاتحاد السوفيتي في إرسال أول رائد للفضاء وقدر يسترجعه مرة تانية. أعلن الاتحاد السوفيتي تفاصيل الرحلة واللي قام بيها رائد فضاء اسمه جاجارين، وده كان طيار تابع للقوات الجوية في الاتحاد السوفيتي. وقالوا إن الرحلة تمت في 108 دقيقة بسرعة 28,000 كيلو متر في الساعة. الحقيقة إن كان لازم يجي رد أمريكي وبسرعة على ده، لأن كده بالبلدي اتعلم عليهم مرتين من الاتحاد السوفيتي. وعلى طول أعلن فعلا الأمريكان عن أول رحلة لرائد فضاء أمريكي، وكان المرشح للرحلة هو رائد الفضاء شبر، واللي بالفعل انطلقت رحلته وقدر إنه يوصل لارتفاع 187 كيلو متر، وقدر إنه يفضل لدقايق قليلة في الفضاء. طبعا الرحلة دي ما كانش فيها أي سبق لأمريكا، لكنها كانت مجرد حفظ ماء الوجه فقط. رحلة جاجارين هي الأولى واللي لفتت أنظار العالم كله. جون كينيدي الرئيس الأمريكي الأسبق أعلن إن لسه المشروع الأمريكي مستمر، ووعد انه هيقدر يحقق وصول اول انسان لسطح القمر. وبعدها صوت مجلس الشيوخ الامريكي على موازنة مشروع ابولو، لكن الرواد الامريكان وقتها قالوا ان جون كينيدي مجنون، لانهم في الوقت ده ما كانوش يملكوا الامكانيات لده، وكلامه كان مجرد احلام. مع الوقت استمرت رحلات الامريكان والاتحاد السوفيتي لغزو الفضاء، ومحاولات كل طرف منهم انه ينتصر على التاني. وابرز الرحلات دي كانت رحلة الرائد جون جيلين، طيار سابق في الحرب العالمية الثانية وحرب كوريا، واللي كان منافس شرس لرائد الاتحاد السوفيتي. نجحت رحلته نجاح كبير جدا، وقدر انه ياخد صور واضحه لجغرافيا الارض، وكمان قدر انه يخترق كره ناريه في الفضاء. وخلال الاختراق ده وصلت دقات قلبه ل 135 في الدقيقه. ومع كل النجاح ده ورجوعه بالسلامه للارض، حقق اول انتصار امريكا على الاتحاد السوفيتي في سباق الفضاء. وبعدها اصبح جون جيلين هو المسؤول عن تدريب كل رواد الفضاء المنضمين للبرنامج الامريكي. طيب ايه كان رد فعل الاتحاد السوفيتي؟
وهل هيسكت على اللي بيحصل ده؟ بالفعل رد الاتحاد السوفيتي، واللي نجح في ارسال اول امرأة للفضاء واللي كان اسمها فالنتينا. وبكده رجع الاتحاد السوفيتي لسلسلة انتصاراته من تاني، ورجع جون كينيدي الرئيس الامريكي يتكلم عن حلم وصول انسان لسطح القمر من تاني. وبالفعل حصل، وزي ما ادعوا وقالوا ان سنة 1969 اطلقت ناسا مركبة ابولو بقيادة 3 رواد فضاء امريكان وهم نيل وادوين ومايك. وبالفعل الحدث ده كان حدث عظيم جدا. لحظة الهبوط تابعها اكتر من 600 مليون شخص في العالم، ورجع الرواد الثلاثة الامريكان ومعاهم 21 كيلو جرام من صخور القمر، وكمان عينات تانية من التربة لدراستها في المعامل. ماشي، كل ده كويس وكلنا بالفعل عارفين، بس هل صدقناه؟ كتير في الوقت ده ولحد النهارده مشككين في الرحله دي بتفاصيلها، وقالوا ان اللي اتعرض على التلفزيون من لقطات هبوط الرواد على سطح القمر ما هي الا لقطات مسجله في استوديوهات هوليوود. ومش عايز افاجئك ان اللي شكك في الرحله دي اصلا ما كانش الاتحاد السوفيتي، لا، ده الامريكان نفسهم اللي طلع منهم علماء قدموا ما يثبت ان كل اللي اتعرض ده كان كذب. وابرزهم ان ظهر في الفيديو اللي اتعرض العلم الامريكي وهو بيرفرف على سطح القمر، وده علميا مستحيل، لان النظريات العلميه قالت ان مفيش رياح موجوده على سطح القمر. ده غير ان الصوره المنقوله كانت معتمه تماما، ولو حقيقيه كان على الاقل ظهر نجوم في الخلفيه ورا رواد الفضاء. وبكده انا عرضت لك الحكايه كامله بكل وجهات النظر. وفي الاخير حابب اعرف رايك في التعليقات، هل فعلا نجح الامريكان في الوصول للقمر؟ ولو نجحوا فعلا فهنا السؤال البديهي، ليه كانت دي الرحله الاولى والاخيره لسطح القمر وما قاموش برحلات تانية، مع ان التكنولوجيا اتقدمت جدا 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 عن الوقت اللي قاموا فيه بالرحله دي؟ ولا ده كان فيلم انتجوه باحترافيه علشان يداروا على فشلهم قدام شعبهم وقدام الاتحاد السوفيتي؟ ومستني اجاباتكم ورايكم في التعليقات. ولحد هنا خلصت حلقتنا، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. شكرا لكم على المشاهده، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتدعمونا باعجاب على شكرا ليكم، واشوفكم الحلقه الجايه.